رفعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف يدها للسماء، ودعت الله أن يرحم الجميع من الكوارث التي تتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة. وقالت ليلى عبد اللطيف أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية. واحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة. وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة، وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة، والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس. وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة. وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.